السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا أحباب في الله، اسمعوا الكلمتين دول لأنهم والله العظيم مهمين. الكلمتين دول مفهومش هزار. بصوا يا جماعة، أنا مش قادر ومش عارف الناس مستهترة بأيام العشر دي. يا جدعان، ده أحب الأيام إلى الله، أكتر أيام بيحبها ربنا. يا جدعان، ربنا الأول في حياتك ولا لأ؟ ربنا الأول في حياتك ولا لأ؟ يا جماعة، أحب الأعمال إلى الله فأحب الأيام إليه، سواء قيام، صلاة، قرآن، استغفار، صلاة على النبي العدنان، تسبيح، تهليل، تكبير، تحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا جماعة، أنتم مستهبلين ليه؟ مستعبطين ليه؟ مستهترين ليه؟ أنا معلش لو قلت لك العشرة أيام دول اللي هيعبد فيهم هطلعوا مصيف في الساحل الشمالي ولا على شواطئ فرنسا، والله العظيم هتعبد أكتر من كده. فاشحال اعبد ربنا تملك جنة عرضها السماوات والأرض. يا جماعة، انتوا ما اعرفش، انا بشوف كمية بنات متبرجة رهيبة، كمية كبار وصغار واطفال رهيبة، غفلة عن ذكر الله وغفلة عن هذه الايام. يا عم يلا ضاع منك رمضان، جالك ايام تبقى مليونير مش ملياردير. يا جماعة فوقوا اعجالوا. ربنا بيقول لك وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تدبرون؟ كلها تفكر وتدبر. أمال إيه؟ أنت ما أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أن الأيام دي أحب إلى الله، أحب أيام إلى الله، والأعمال الصالحة أحب الأعمال في أفضل الأيام. إيه ده؟ والله بجد والله ما شاء الله، ده جميل جوي. لو قلت له مديرك في الشغل بيحب إنك تعمل كذا النهاردة وهيديك راتب الضعف، أقسم بالله هيموت نفسه. ليه طاعة الله خمول؟ ليه في الدنيا زاهدين؟ ليه في الدنيا طموحين في الآخرة زاهدين؟ اهدنا السلام. ليه؟ ليه يا جدعان؟ والسابقون السابقون غير أصحاب اليمين الجنات درجات. يا جماعة، يا جماعة ما تغفلوش. يلا ضاع منك في رمضان، يلا ما عبدتيش ربنا في رمضان، جالك أيام تقدر تعوض. توبي من تبرجك بقى. توبي بدل ما انت مش مسترة نفسك، هتستر غصب عنك، غصب عنك هتستري في الكفن. خد بالك ان انت كفنك ضعف الرجل، ضعف كفن الرجل. خلاص يبقى احترمي نفسك وستري نفسك قبل ما تستري غصب عنك. وانت لم نفسك، احترم نفسك، توب، عود لربك جل وعلا. دي ايام فضيلة، ايام رهيبة، ايام عظيمة، ما ينفعش تضيع يا جماعة، اقسم بالله ما ينفع. انا قد موجود الناس بتضيع الايام دي سدى. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ انتوا كنتوا فاكرينها لعبة ولا ايه يا جماعة؟ يا جماعة، ده انتوا في ايام والله هتنحصر عليهم القيامة كل ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله تعالى فيها إلا ندم عليه أو حسر عليه. لولا يا ويلتى يا ليتني يا حسرته. طب ليه والنبي وربنا أنذر وحذر والنبي أخبر. طيب يلا ضاع منك صيام، ابدأ صوم من بكرة الخميس، نية الخميس ونية أيام العشر، نيتين. وصوم الجمعة والسبت يوم عرفة. يوم عرفة هعمل لك خطبة إن شاء الله 5 دقايق فيها بتاع 6 7 فضائل في يوم عرفة، مش هتكون عارفهم أو تعرف واحدة بالكتير. خلاص اتفقنا يا شباب؟ بالله عليكم انجزوا واستغلوا الأيام دي بقدر الإمكان، والله هتفوز بيها، هتفوز والله، وانت هتفوزي.
انجزوا وسارعوا وسابقوا وجاهدوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.